حياكم الله مشاهدينا الكرام ومتابعينا أينما كنتم وأينما تتواجدون دائما. اليوم احنا بحلقة جميلة، حلقة مميزة بالنسبة لي قبل تكون بالنسبة لكم، لأن اليوم ضيفة هي عارضة أزياء وفنانة ومقدمة برامج، فمن الصعب أن اليوم بهذا الوقت أن نشوف شخص متميز ومبدع. خلينا نرحب بالفنانة المصرية العربية محبوبة الوطن العربي جوري بكر، حياك الله. شكرا على التقديمة الجميلة دي، أشكرك وأهلا بأهل العراق والمشاهدين. جوري بكر دخلتي للوسط الفني بال 2020 صح؟ قبل كمان. طيب احنا ما بعد ال 2020 نعرف جوري بكر وبدينا نعرف حياة جوري بكر. نريد نعرف ما قبل ال 2020. قبل ال 2020 بني آدمة طبيعية جدا، لسه في الجامعة بدرس وبشتغل، بحاول ان انا اجتهد في الحياة العملية علشان أقدر أوفر معيشة كويسة ليا. كنت بجد عندي طموحات كتيرة وعندي أحلام كتيرة نفسي أحققها، بس كان الوضع اللي كنت عايشة فيه ما كانش مساعدني إن أنا أقدر أحقق كل اللي أنا عايزاه. كان لازم إن أنا أشتغل وأصرف على نفسي وأساعد نفسي. طبعا بشكرها السيدة الوالدة إن هي وقفت جنبي في دراستي، ولولاها بصراحة الدنيا ما كانتش ظبطت معايا. أمي ساعدتني كتير في بدايتي، الله يحفظها، أكيد تحياتنا أمين لها. يا رب. فكنت بشتغل جنب الدراسة جنب الجامعة، كنت ميك اب ارتست بقى، على سيلز، على طيب هي كل حاجة. عائلة جوري، يعني أنت البنت الوحيدة اللي لا احنا كنا أربعة، كنت أنا وأختي شاهندة وشهاب وشريف. كنا أربعة، وكانت طبعا المعيشة صعبة وما كانش فيه العائد المادي اللي يقدر يعيشنا، يعني يعيشني أنا بالذات العيشة اللي أنا كنت عايزة أعيشها. فكل كان العائلة الوضع كانت المادي كان تعمل. متوسط، كان في عندي متطلبات كتيرة ما كانتش أمي قادرة إن هي توفرها لي، فكان لازم أشتغل. فنزلت وقدمت في كذا مكان واشتغلت وابتديت ابتديت من الصفر زي ما بيقولوا. كنت مبسوطة جدا ان انا بعتمد على نفسي. طبعا الموضوع كان في الاول صعب، بس امي صممت ان انا لا، انزلي اشتغلي واعتمدي على نفسك. فكرة لما انت بتنزل وبتشتغل وبتمسك الفلوس في ايدك كده بتحس بقيمة كل حاجة حواليك. فكنت مبسوطة جدا ان انا بشتغل وفي نفس الوقت بدرس، واتعلمت كتير من السوق. طبعا لما بتنزل السوق وواحدة لحد مثلا 17 سنة انا ما كنتش اعرف اي حاجة عن الحياة الخارجية دي. كنت من البيت للمدرسة ومن المدرسة للبيت، ما كانش فيه خروجات كتير، ما كانش فيه فسح كتير، ما كانش فيه رحلات كتير، كانت المواضيع دي كلها عندنا طيب ممنوعة. جوري انت مواليد اي سنة؟ ايه السؤال السخيف ده؟ ايه السؤال لا مو السخيف؟ سؤال انا سخيف، لا 88 على فكرة، لا انا مو عندي هو سؤال، 36 سنة. هو السؤال هذا اكو بعض الفنانين مو بس بالعراق، بالوطن العربي يتنحسون او يضايقون من هذا السؤال، بينما هو هذا السؤال انت دارس اعلام وتعرفين هذا السؤال يعتمدوه بالدراسه الاعلاميه. انت ضيف لازم انه يقدم لك السي في المعرف له. ما هو صح؟ اوريدي انت عندك على السوشيال ميديا الويكيبيديا ما لو طلع لي دخلت. طلع لي اكثر من مواليد. لا انا، طلع لي لا مكتوب انا، اليوم مواليد 1991. انا شكلي يدي معقوله؟ كام؟ انا بتعامل، انا كبني ادمه بتعامل، انا شكلي يدي كام سنه. وبعدين العمر هو مجرد رقم، فمش صح. الرقم ده هو ما سؤالي على مواليدك لسبب انه كمواليد انه لحقتي انه تدرسين وتنزلين لي اشاره، لان انت شنو قلتي نزلت بعمر 17 سنه، واليوم البنيه مو مثل الولد. البنت لما تنزل لي الشارع بعمر 17 سنه راح يكون شيء غريب عليها. هي كانت باحضان عائله وباحضان البيت واجواء عائليه، فجاه تنزل لي الشارع وتشوف الاجواء العامه. واحنا مهما نكون احنا بس لو في الوقت نتكلم الحالي، زمان على وقتي انا كانت 2000 وكام، مش فاكره مش متذكره بالظبط السنه. وقتها كانت على ايامي انا كانت صعبه ان البنت تنزل تشتغل في السن ده، لانه كانت في اهالي كتير بترفض. بس في الوقت صح. الحالي اللي احنا عايشين فيه مع المجتمع بدأ التقدم، يتقبل. المجتمع ابتدى يتقبل والبنت بقت بتشتغل. وبقى في بنات اعرفهم 12 و13 سنه عندهم البيزنس بتاعهم، واحده عامله براند لبس، او واحده بتبيع ميك اب، او واحده هي بتصنع شمع مثلا، او بتعمل اكسسوارات، بقى عندها اكونت على الانستجرام. بقى الموضوع سهل ان هي تقدر تشتغل من على السوشيال ميديا، وان هي تعرض شغلها ويكون ليها دخل. البنات بقت دلوقتي كلها بتشتغل، انا ما فيش بنوته اعرفها ما بتشتغلش. طيب
جوري بكر، أنت بالوسط الفني بديتي مع مسلسل البرنس الفنان محمد رمضان، بالضبط. تحياتنا له. العمل اللي بعده كان ليه لا، ليه لا، صح، بطولة أمينة خليل. بس المرحلة الثالثة اللي هي العمل مسلسل جعفر العمدة، نقدر نقول إنه هو اللي غير حياة جوري بكر للأفضل، للشهرة العربية والعالمية بصورة عامة. خلينا نتكلم على هذا العمل. أنت تكلمتي أكثر من مرة وأكثر من انترفيو بهذا العمل، بس إحنا نحب نتكلم بتفاصيل مختلفة، يعني من ناحية إنه بداية العمل، مشروع العمل، مقومات العمل على شنو اعتمد، وليش أنت بالذات من دون كل الممثلات اللي موجودين بالعمل انطوش هذا الدور اللي تكونين بيه الشريرة بين قوسين، صح؟ فخلينا نتكلم على هاي الأمور. بص، فعلا مسلسل جعفر العمدة غير حياتي 180 درجة. اتفاجئت طبعا بالنجاح الرهيب اللي حققه مسلسل جعفر العمدة، لدرجة ان انا ما كنتش بعرف امشي في الشارع. حلم من احلام حياتي كان بيتحقق قدام عيني، وكنت برضو متفاجئة. هو الدور كان شرير، بس الناس اتعاطفت معايا في الاخر، وفي نفس الوقت ناس كتير حبتني. هاي لعبة المخرج هاي. ده بشكره عليها، وطبعا يعني الحمد لله ده يعني توفيق من عند ربنا. وبعديها بعد ربنا أستاذ محمد سامي، انه دي كانت ثالث مرة بشتغل معاه. وعايزة اقول لك الموضوع جاء بالصدفة البحتة. انا كنت في عرض خاص بحضر، كنت طالعة في فيلم تحت تهديد السلاح، وكان بطولة الفنانة الجميلة مي عمر وصديقي الفنان الجميل حسن رداد. فقابلت استاذ محمد على الريد كاربت، فكلمته فقلت له يا استاذ محمد ازيك، وحشني والله، بقالنا كتير ما اشتغلناش مع بعض، فنفسي بجد اكون معاك في مسلسل رمضان السنه دي. بس وروحت على البيت ونمت ودخلت، يعني لسه هنام، نسمي كلام عابر يعني، كلام عادي. فدخلت البيت ونمت، يا دوبك لسه هنام جات لي مكالمه تليفون، لقيت استاذ محمد بيكلمني، فبيقول لي ازيك يا جوري، عامله ايه الاخبار، بقول لك انت فاضيه الفتره اللي جايه؟ فقلت له والله يا استاذ محمد انا لو مش فاضيه اكيد افضل حضرتك. فراح قال لي انا عندي دور مهم جدا في مسلسل جعفر العمده، ويعني اتمنى ان انت تكوني موجوده معانا. قلت له ده يشرفني. هو كان دور زميله فنانه جميله برضو، هيدي كرم، طلعت وقالت يعني باركت لي على الدور. هو كان الدور بتاعها وهي اعتذرت، وقال لي لو تحبي تعملي الدور. فطبعا قلت يا ويلكم، يعني يا سلام، يا محاسن الصدف، يا محاسن الصدف. كنت مبسوطه قوي. فالحمد لله قفلت معاه المكالمه، وفضلت بقى قاعده مستنيه ان هم يتفقوا معايا. وتاني يوم الصبح كنت عنده في لوكيشن تصوير، ولقيته بيكلمني وحكى لي الحدوته بتاعه المسلسل. انا اتخضيت الفكرة. انا اتخضيت من الدور. قال لي يا جوري ده دور مهم، وعايزك تركزي، وعايزك تبقي جايه مذاكره، وعايزك تبقي جايه حافظه، مش عايز هزار. وكان بيتكلم معايا بحديه جامده ان الدور مهم وعايزك تركزي فيه. فهو من كلامه معايا حسيت ان هو بيقول لي ده انه ده دور عمرك. طبعا هو محمد سامي للامانه هو مخرج ذكي، استاذ محمد سامي استاذ جميل وذكي جدا، ذكي الى درجه هو بيبقى شايف برضه، ترك بصمه بكل عمل. انا مرات انه يحضرني عمل، فاني اول شيء يعني اشوف الاسم المخرج. والله العظيم مره انه عمل انه صار، فقلت خلي اشوف من المخرج، فطلع لي اسم محمد سامي، قلت لا هذا عمل حلو. المسلسل مال احمد السقا وامير كرارة، اسمه نسل الاغراب. نسل الاغراب. بس شفت فتابعت اول حلقه، فعلا جميل. انه موضوع جميل. محمد سامي يقال انه هو اللي بعد ما شافش ببرنامج رامز اكل الجو بالمصري، اقول لك اياها، واكل الجو، هو اللي بعث وقال انه تعالي انه اخذش على عمل او شيء. لما تكلمنا تواصل معايا وخدني معاه على مسلسل البرنس، كنت يعني وقتها هو كان سبب دخولك. استاذ محمد سامي هو اللي اكتشفني، يعني هو انا ابتديت التمثيل مع استاذ محمد. طيب جوري، لو تقدم لك عرضين، العرض الاول عمل بطولة الفنان محمد رمضان، والعمل الثاني بطولة الفنان محمد عادل إمام، ابن الزعيم عادل إمام، أكيد تحياتنا له، نتمنى له الصحة والعافية. امين. الاختيار الاول وبكل ثقه وحتكونين متاكده وعندك انرجي يعني قويه انه تختارين اي عمل؟
اكيد هختار محمد رمضان. بحب اشتغل معاه. محمد هو رمضان. محمد رمضان فنان جميل جدا. والفنان الجميل برضو محمد عادل امام، ما حصلش نصيب ان احنا نشتغل مع بعض، واكيد اتمنى ان انا اشتغل معاه، بس لو جالي فعلا اتنين سكريبت ده بيقول شغل يعني دور مع محمد رمضان او دور، لا هختار محمد رمضان. اشتغلنا مع بعض قبل كده، وهو صديقي على المستوى الشخصي، وفي كيمستري حلوه ما بيننا في الشغل. طيب، هل الفنان محمد عادل إمام دا يسير على خطى والده؟ اكو بعض يقول انه هو دا يصنع شخصية او كاركتر جديد هو لنفسه، ليه شخصيته، ليه ودا الكاركتر دا ياخذ بتاعته. بعض اللقطات السابقة انا لافلام يعني والده. اكيد بص يعني هو ابن نجم، هو ابن الزعيم ابن عادل هرم. امام بالظبط، يعني ده فعلا هرم من اهرام مصر. انا لو مكانه طبعا انا هبقى طول الوقت قاعده بقلد ابويا، واكيد هاخد منه لقطات هنا ولقطات هنا ولقطات هنا. مش عيب انه الفنان يمشي على خطى امه لو امه فنانه، او يمشي على خطى ابوه لو ابوه فنان، مش عيب خالص، دي حاجه ما تقللش منه، دي حاجه تكبره وتبقى حتى كمان مخليه المشاهد وهو قاعد بيتفرج بيفتكر عادل امام في مشهد، يفتكره مثلا في افيه في مسرحيه، في افيه في فيلم، في افيه في مسلسل. لا طبعا. طيب، اريد نعرف حياة جوري بكر بعد الطلاق. انا قلت لك انا اكو مواضيع اذكرها، وقبل لا نصور وتكلمنا قلت لك اكو هوايه اسئله راح اسالك اياها، انت طالعه بانترفيو وتكلمه بيها، بس احنا نذكر اسباب مختلفه. يعني هسه انت طلعتي اكثر من انترفيو وقلتي انه انا انفصلت واني باشر عده وكذا وهاي الامور. اريد نعرف حياتك ما بعد الطلاق. سؤال مهم، وانا مبسوطه انك بتسالني السؤال ده، لانه مش زي الاسئله اللي هي بتتسال يعني بيسالوها لي في الانترفيوهات التانية. هو اكيد مش بتبقى احلى حاجه في الدنيا، لانه موضوع الانفصال ده مش بيبقى سهل على اي ست، وابقى كدابه لو قلت لك ان انا بعيش اجمل لحظات حياتي. لا، عارف، ممكن كنت بعيش اجمل لحظات حياتي او انا مبسوطه لو ما كانش في طفل، بس انا عندي بيبي، والبيبي ده هو حلقة الوصل ما بيني وما بين الشخص اللي انفصلت عنه، فهو احنا لسه الحياة مكملة ما بيننا، فعشان الحياة تكمل ما بيننا بأدب اكو وباحترام. حلقه ربط. طبعا. فعايزة اقولك هي مش احلى حاجة في الدنيا، لا بس هي حلوة. لان انا ووالد ابني ابو تميم احنا اصدقاء، وبنتكلم كل يوم، وبيطمن على تميم، وبنتشاور في حاجات كتير جدا ليها علاقة بتميم، وبتمنى له كل الخير والتوفيق، وهو نفس الكلام برضو بيتمنى لي الخير والتوفيق. فيها تحدي كبير، انه انت بتكون هنا الام والاب، بتحاول ان انت تبقى مركز في كل حاجة، مركز انت ما ينفعش تغلط، ان انت مسؤول. لو احنا موجودين مع بعض، لو انا هبقى مسؤولة 50% وهو 50%، فانا دلوقتي عشان لوحدي فانا 100%. بس هو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يدي شوية وقت، يعني هو وقته مشغول جدا بحكم شغله، وبحكم ان هو مش عايش في مصر، فبيحاول على قد ما يقدر ان هو كل فترة يجي على مصر علشان يقضي وقت مع تميم. طبعا بشكره على حاجة زي كده، ومش معنى ان حصل انفصال او حصل طلاق ان احنا نقف لبعض بالسكاكين بقى، او وانه بالمحاكم. او بالمحاكم. طيب، شلون انا اتفقتوا على حياه تميم، انه يكون وياك او وياه؟ لا، هو طبعا هو عارف، يعني هو بديهي هيكون معايا هو بديهي بديهي. هيكون معايا، بس اكيد لما هيكبر، لما هيبتدي بقى يبقى طب عنده. لو اختار تميم انه ينتقل الحياة مع والده؟ انا ما عنديش اي مشكله، انا ابني يروح في اي حته هو يبقى مبسوط يا جماعة روح وسعيد فيها. رياضية، ما قاعد بجد والله، لا طبعا يعني انا ما اتمناش اي حاجه وحشه لابني، يعني انا بتمنى له يعني بص، انا لو طول اجيب له، انا يمكن هو بتبقى الغريزه عند الام دي غير الاب، غريزه الاب دي غريزه مكتسبه. انا لو طول اجيب له نجمه من السماء هجيبها له. بنهايه اليوم عايزه ابني يطلع نفسيته حلوه، مش عايزاه يكون معقد، مش عايزاه يكون لا امي حرمتني من ابويا، امي منعتني اني اعيش معاه. لا، هو هيكبر وهيبتدي يكون عنده الوعي الكافي انه يقرر هو عايز يعمل ايه. عايز يسافر مع بابا، سافر يا حبيبي مع بابا، روح مع بابا، بات مع بابا، تعالى مع بابا. عايز تقعد معايا، عايز تقضي انا معايا الصيف ده، الصيف الجاي مع بابا، ما عنديش اي مشكلة. انت فين راحتك انا هعمل لك. انا مش عشان انا امه فانا امتلكه، انا ما امتلكش الشخص ده، هو حر.
يعني هو الشخص اللي انا ولدته ده هو انسان حر بنهايه اليوم، أكيد. مش هيبقى أنا عندي سألت عليه هذا اي السؤال حكم. حتى نعرف إنه حياتك بعد الانفصال أكيد لذيذه هو ممكن يعني جميله تفكرين عادي. بالمستقبل إنه ترتبطين أو تحبين وبعدها تدخلين بعلاقة زواج أو تتزوجين زواج تقليدي، جاء حد معجب بيش وتقدم لك. أه مش عارفة، يعني حاسة ان الموضوع ده في الوقت الحالي صعب، مش مركزة فيه خالص. ودي بتبقى أرزاق بتاعت ربنا، لو ربنا أراد انه يكون في حد تاني في حياتي يا رب. يعني يتفضل أهلا وسهلا. وهو لو ربنا أراد ان يكون في طيب واحدة في سؤال حياته أهلا والله وسهلا. ايه والله هو سؤال السؤال؟ سؤال والله سخيف، لا والله سؤال. لا أنا قال الأسئلة لي السخيفة مو مجالي ولا اوكي طريقي ولا أدخل ماشي. بيها. أنت أول الشخص يعني من يقدم لك، لأن هسه أكثر البنات والفنانات بصورة عامة، خلينا نقول 80% هم. من نظلم الكل، يشوفون الشخص اللي يقدم لهم الباك جراوند اللي بظهره اكو ماني، بيج ماني يعني يس اكو يس فلوس هواي، تمام. ممكن يبقون يفكرون بالمشروع انه هذا منو، شنو عنده، شنو يمتلك. جوري بكر من شخص يتقدم لك، اول شيء راح تنظرين الى شنو؟ او هاي يهمك انه عنده فلوس او ما عنده فلوس؟ اكيد طبعا يهمني ان يكون عنده فلوس، وانا يعني هتجوز واحد انا لسه هبني معاه طوبه طوبه. انا يعني انا لازم الشخص اللي هيجي يعني، ما هو انت بتتجوز على اساس ايه؟ ما هو انا بختار الشخص اللي قدامي مرتاح نفسيا، اولا لازم يكون امم مرتاح نفسيا، مرتاح معنويا، مرتاح ماديا، عنده اهداف، عنده شغل، يعني عنده وظيفة محترمة، او عنده البيزنس بتاعه، او شغال في مكان بيدخله مصدر رزق كويس. ما هو لازم يعيشني في مستوى اعلى من اللي انا معيشة نفسي فيه، او نبقى حتى بيقول ميزيجون، يعني ان بتوين، احنا الاثنين في نفس اوكي ده افهم لكن عليك. اكيد عمري ما هروح ارتبط بواحد لسه بيبتدي طريقه او لسه بيبني حياته. لا طبعا، انا عندي متطلبات وعندي حياة وعندي حياة انا عايزة اعيشها، ولازم وعايزة اعيش عيشة ولازم كويسة. كل سنة انت تكونين ما هو انا مش هفضل طول عمري شقيانة كل سنة بقى لازم انت وبشتغل وبتاع. تروحين اكيد على في يوم من الايام هبقى. ميامي اكيد وطيارة طبعا خاصة اكيد طبعا اكيد طبعا، بيقول لك لما تحلم when you dream big. فانا دايما احلامي اكبر من من احلامي كده، تفكيري. من تفكيري. يعني ممكن مثلا ابقى بفكر اوكي مثلا فيرست كلاس، بس انا من جوايا لا يا جوري، بس اكيد في يوم من الايام هتبقى برايفت جيت. جوري، رحتي المهرجان ما اذكر اسمه بالضبط، بس نزلتي بوست بالانستغرام قلتي يعني يصعبون علي، او بالمعنى انه انقهر على الناس اللي تروح بدون دعوة وبدون ما احد يقدم لهم انه يتصل عليهم وتعالوا، مجرد انه بس يروحون على مود يصورون لقطة او مقطع فيديو او ريد كاربت او كذا. مع العلم المهرجان كان بنجوم 98% نجوم، تقريبا كان يسرى، مهرجان هنا كان زاهد، موجودين هواية ممثلين تقريبا. وممثلات. شنو قصة هذا الستوري؟ انا كنت قاصده نسبة عنهم يعني كنت بتكلم عادي. هو لا، انا مش اكيد بتكلم على النجوم ده طبعا، ما وجهتش الكلام ده ولا ذكرته. انا لما بقول حاجه ببقى عارفه انا بقول ايه كويس. انا ذكرت الناس اللي هم حرفيا ما عملوش اي حاجه في تاريخهم بجد، فهم راحوا هانوا نفسهم. او يمكن في حد فيهم واحد او اتنين مش معروفين برضو. ده مهرجان عالمي، عالمي اللي بيبقى رايح بيبقى مدعو. الشخص اللي بيبقى مدعو بيبقى مذكور على الريد كاربت اسامي الناس اللي داخله، فبتبقى كل الناس الصحافه والكاميرات اللي واقفه بتبقى جاهزه وعارفه مين اللي داخل علشان يهتموا بيه، فبيدوله قيمته. فبتشوف الاهتمام طبعا لما يسرى بتدخل، او في كذا حد انا مش فاكره اسامي، بس انا افتكر لما يسرى بتدخل بيحصل ضجه كبيره على الريد كاربت، او اي اسم تاني من الاسامي الكبيره، الفنانين الكبار. لكن انا كنت بتكلم براندملي، الناس اللي هي بتدخل محدش بجد بيعرفها، فهم بيروحوا يحرجوا نفسهم. فانا ليه اروح احرج نفسي لمجرد ان انا اخد لقطه على السجاده الحمراء؟ طيب الممثلة انا ما اروحش اي مهرجان غير وانا معزومه، ما بروحش اي تكريم غير وانا معزومه، ما بروحش اي حفله غير وانا معزومه. مش من الناس اللي ممكن ابدا اقوم البس واجهز واروح لمجرد ان انا اخد لقطه. ليش انا اقعد في وقتش بيتي يعني اكرم وقتش ليه؟ ثمين؟ ما بحبش. نعم وقتك ثمين يعني لو انت ما تحبين انه تروحين؟ نعم
الوقت يعني انت تشوفين انه هذا الوقت ثمين انه اشتغل به، او عندي اشياء لا انه اعملها؟ يعني اقضيه في بيتي، اقضيه في حضن ابني، انام بدري اصحى بدري. ما هو ويلي على انا، تميم، لا تميم ما ماخذ هو من معلش الوضع تميم واخد كله. كل وقتي. لا انا بتكلم لو انا مش مدعوه، يعني انا لو ما جاتليش الانفيتيشن، لو انت بنفسك ما كلمتنيش وبعتلي على الواتساب جوري انت معزومه في الايفنت الفلاني، انا اتحرج. انا في ناس اعرفها بتروح افراح مش معزومه فيها، فهي في ناس بتحرج نفسها لمجرد ان هي تاخد اللقطه. طيب جوري، نعم. الفنانة إيمان العاصي، تحياتنا لها. حبيبه قلبي بحبها قوي. تحياتنا لها أكيد. لو جدتي يعني لو كانت هي بدور وداد سوسن، هي كانت بدور وداد وانا دلال. وانتي دلال، هل هي راح تجيد التمثيل بهذا الدور أفضل منك، وانتي كذلك بالصورة المعاكسة راح تجيدين دور دلال أكثر من عندها؟ مع العلم انتم أدواركم ترى متشابهة. بص انا هقولك على حاجه، ادوارنا كلنا في جعفر العمدة ما كانش فيه اي حد هيعمل دور التاني احسن من الشخص نفسه. يعني انا محدش كان هيعرف يعمل وداد احسن مني، ومحدش كان هيعرف يعمل دلال احسن من ايمان العاصي، ولا حد كان هيعرف يعمل سوريا زي ما يكسب، ولا منى فضالي. منى فضالي كانت اسمها ايه في ايه، نرجس. نرجس. والملكة ومحمد رمضان وسيد كل واحد تحس ان الدور بتاعه. طيب لا خلينا نذكر شخصية انت ما ذكرتيها. مين؟ سيد؟ لا، زينة. زينة. وزينة برضو، ما هو انا معلش، ما هو احنا كنا كتير قوي. لا زينة. زينة دا تواجه بعض المشاكل بالأعمال الرمضانية أو الدراما بصورة عامة. زينة ممثلة جميلة، بوجه لها تحية، وكنت تحياتنا مبسوطة أكيد. جدا ان انا اشتغلت معاه. طيب بعد ما ذكرنا الأدوار اللي تكلمتي عليها، تحياتنا لهم جميعا. اوكي. طيب اليوم منو الممثل المصري الشاب اللي ينزل بعمل بالسينما يكون هو ضامن نجاحها 100%؟ محمد رمضان، كريم عبد العزيز، أو أحمد عز؟ اتنين، كريم عبد العزيز ومحمد رمضان. الأكثر محمد رمضان. وأحمد عز دا يدخل، بس الدخلة اللي دا يدخل بيها تكون مختلفة، يعني يكون متميز من ناحية إنه كل قصة فيلم يكون بشخصية جديدة. لحد هاي اللحظة احنا دا نشوف إنه هو دا يطلع كل فيلم بشخصية جديدة. محمد رمضان بعض الأعمال تكون متطابقة يعني، فالمميز ما يمكن هو عارف السوق، هو حابب ايه. وكمان على فكرة الفيلم بتاع بيت الروبي بتاع كريم عبد العزيز كان خطير. انا دخلته 3 مرات السينما، ويعني وهو موجود دلوقتي على شاهد ولسه بقعد اتفرج عليه. واولاد رزق كمان برضو من أولاد المسلسلات رزق القوية جدا طبعا. ان خيال شاء الله يعملوا في جزء الجنة. رابع وياخدوني معاهم. آمين. على طاري الجزء الرابع، هل اليوم أصبحت مبالغة بمسلسل المداح بسبب كثرة الأجزاء والشخصيات اللي بكل جزء تتبدل أو تنضاف؟ يعني انت جاي على الجزء اللي انا هكون موجودة فيه وهتعترض؟ لا أنت طبعا مشاركة بالجزء انا الجديد؟ مشاركة في الجزء الجديد، مبسوطة يعني جدا. هاي حصري من عندنا احنا؟ ده حصري، قدمها؟ هو اوريدي الخبر نزل بس لسه مش منتشر. فعلا انا مضيت ده بقى ده حصري، انا مضيت مسلسل المداح. مبسوطة جدا ان انا تعاون مع الفنان الجميل حمادة هلال. هو طبعا الدور صعب، دور شيطانة اخت يعني أنا ماذا أحكي؟ شوفي كل انا مش الأدوار. عارفه اعمل ايه. طيب دور شيطانة اخت دردبل عماد الشداد عادل والله. وبنت الفنان الكبير خالد الصاوي، تحياتنا فتحدي له. كبير، دور صعب. يعني يا رب يعدي على خير واكون قد مسؤولية الدور. لا انا بص، مسلسل المداح ده لو اتعمل له 10 اجزاء الناس هتفضل مكمله وهتتفرج عليه. انا حاسه ان هو المداح ده بقى عارف بقى عامل زي ايه؟ عارف لما كنا زمان بنتفرج على بكار، كان كل سنة لازم رمضان يجي لازم نشغل بكار. دلوقتي بقى رمضان يجي احنا لازم نتفرج على بتصدر المداح. الترند الأول، يس. هاشتاج المداح وبعدين انا الأول. مفيش، يعني انا في ال4 اجزاء انا مفيش حلقة فوتها، مفيش حلقة بجد فوتها. انا ما كنتش انام غير لما اتفرج على الحلقة. فاللهم لك الحمد يعني انه الحمد لله. جالي دور من نصيبي معاهم في الجزء الجديد. طيب ليش دائما يخلوش بهذا مش عارفة، الدور مش الشريرة عارفة. الخاينة
المعاكسة المشاغبة. انا يعني شو وقت نشوف جوري خوفي بدور يمكن الناس طيب اللي بطولة هتتفرج على حلوة. اللقاء هتقولك يا جماعه والله احنا نعرفها هي مش كده خالص. الناس في التعليقات بتقول كده. انا طيبه جدا والله، طيبه جدا 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 فوق ما انت تتخيل، بس يمكن الادوار تعرفين انا دي. قرأت تعليق ضحكني ايه هو؟ والله، كلش ضحكني. كلش ضحك. قبل لا نتفق اصلا على انترفيو انا وياك، قبل لا نتكلم، انه انت بعد ما قلتي انه انا انفصلت وبأشهر العده، اكو بنت معلقه كاتبه هاي حوبه الناس اللي ظلت تدعي عليك بسبب اللي سويتيه بسيد. ايوه تخيل. فالناس بقت بتتعامل معايا يعني اللي هو الشعب ده انت يدعي عليك. وداد ويا سوسن وربنا ينتقم منك. ابتديت اخاف ان الناس بتدعي عليا انا بجد، انت فاهمني؟ فلا انا مش كده في الحقيقه. فهو ما هو انت عشان تمثل، ما هو انت لازم تعمل حاجه عكس شخصيتك. انا حاسه ان انا لو عملت انا كجوري مش هتظبط. يعني بطبيعتك انت. طبيعتي ممكن ما تظبطش، بس انا لما بعمل الدور الشر بحس طيب انه انت بيطلع طيبه طبيعي جدا. والله والله طيبه واحنا هنا جدا. اكثر شخص خذلك او شنو يعني لك الخذلان؟ خذلان بيجي من اكتر ناس كدبت عليا في حياتي، او ناس وهمتني وادتني وعود وفي الاخر سابوني في نص الطريق لوحدي، من دون ذكر اسماء ومن دون مين هو الشخص او مين هم الاشخاص. اكيد ما دخل خصوصيتك. فلا انا لما اتسبت في نص الطريق من اقرب الناس ليا خذلوني. يعني انت متخيل؟ يعني دايما بيقول لك ايه، اكتر انسان يوجعك اللي منك، واكتر انسان يخذلك هو برضو اللي منك، لانه اللي منك هو اللي عارف كل خباياك، هو بيبقى عارف اكتر حاجة ممكن تزعلك ويعملها. تأديتي كثير جدا، تعبت كتير. الموضوع ما كانش سهل، موضوع ان حد يخذلك او تبقى مأمن له ويخون الامانة، دي بتبقى اكتر حاجة بتوجع طيب اي موقف بني صعب انه مريتي بيه؟ ايه موقف صعب. ما انا بقولك ان انا اتسبت في نص الطريق لوحدي من اقرب الناس ليا. واقرب الناس ليا عشان برضو الناس ما تترجمش انه بسبب الانفصال، لا، اقرب الناس ليا شخص تاني. ممكن يكون من العائلة او من من العائلة، من أقارب. العيلة. يعني اكتر شخص خذلني هو اكتر حد قريب مني. انا عرفت. المهم، طيب جوري، بعد ما انخذلتي صار عندك تاتش من هواي مواضيع، صح؟ طبعا ما بقتش اثق في اي حد. طيب شخص طلعتيه من حياتك وبعد فترة تندمتي انه انت كنتي غلطانة بهذا القرار، وحاولتي انه ترجعي لحياتك وفشلتي، وكل ما تتذكرين هذا الشخص انه تمرين باكتئاب. على فكرة انا عمري في حياتي ما ندمت ان انا طلعت شخص. انا ممكن اندم ان انا فضلت مخليه الشخص ده في حياتي، سواء راجل او ست. انا اندم على ده، ان انا خليتهم، ان انا بعد كل الاذيه اللي هم اذوها لي انا لسه مخليهم في حياتي. فاي انسان خرج من حياتي فهو خرج بكامل ارادته، او انا هو خرج، انا خرجته بكامل ارادتي وهو خرج بكامل ارادته، لان هو لما مشي عارف ان انا عملت كل حاجه مستحيلة ممكن تتعمل عشان الشخص اللي قدامي ده يتغير او يبقى زي ما انا عايزة، او يبقى الشخص اللي انا كان نفسي فيه، او الشخص او الصديقة اللي انا كنت بتمناها. فلما احنا الاتنين بناخد القرار بتاع خلاص شكرا كفاية كده، انا بيبقى الموضوع عندي منتهي. ما بندمش، انا اندم على الحاجة اللي انا ما عملتهاش مش الحاجة اللي انا عملتها. ودي حاجة صعبة جدا انه اي انسان يوصل لها، ان انا انتوا مش فارقيني اصلا. لما توصل لمرحله انه في ناس كتير جدا اذتك في حياتك، فما بتزعلش عليهم. انا هزعل عليكم ليه؟ لانه او انت مثلا ممكن توصلهم لنقطه الصفر. نقطه الصفر ان انا اوصلك ان انا اتعامل معاك من اول وجديد، ان انا ما اعرفكش، انت لا شيء او انتي لا شيء. الموضوع بيبقى صعب انك تاخد القرار ده. بيبقى بعد بقى بيبقى فيه نضوج بقى، الواحد بيكبر وعقله بيتغير وتفكيره بيتغير. بعدك تحسين انه انت يوم والدتك تكوني مثل الطفل مع ماما؟ بص، يمكن مع ماما او شنو تعنين لي شيء امك، يعني الوالده بصوره؟ امي مجنناني اصلا. امي مجنناني. الله يحفظها. انا وهي مجننين بعض على طول، نائر ونقير. بس انا عارفه ان هي دايما في ظهري وهي سندي وان هي بتحبني ودايما كانت بتدعمني في حاجات كتير وياما غلطت وتقبلت غلطي لانها كانت بتسمعني.
عمرها مثلا من الامهات اللي عاقبتني. امي عمرها ما عاقبتني. ممكن مره عاقبتني بان هي منعت، عملت لي بلوك عملت لي بلوك على الواتساب. انا لما امي عملت لي بلوك، بيقول لك دايما ايه، رضا الوالدين طبعا حاجه مهمه جدا. ولما عملت لي بلوك انا ما حسيت ان انا الاسبوع ده خطر، انا مش هنزل من البيت عشان انا ممكن لو نزلت لا قدر الله انا ممكن يحصل لي طيب حاجه. انت طلعتي عن اهلك انه فترة الزواج، لو قبل الزواج انه انت طلعتي واستقريتي ببيت لحالك؟ لا على فكرة أنا طول عمري عايشة، يعني أنا من لما كملت 20 سنة لما سافرت على دبي أنا عشت 10 سنين لوحدي. أنا كنت مسؤولة عن نفسي 100% لوحدي. أنا اتغربت وأنا عندي 20 سنة وقررت إن أنا انت أعتمد قررتي لو على اكو نفسي. شخص انه قال لك تعالي على لا دبي لا وانا هم نو اساعدك؟ لا انا جاء اتعرض عليا شغل وفعلا رحت الشغل ده، وكنت اوفيشال موديل لفريق ايطاليا في نادي الرياضات البحريه، ورحت اشتغلت وبعديها اشتغلت ويدنج بلانر وبعديها هوستس وبعديها موديل. انا عملت كل حاجه تخليني اكمل اعيش في البلد دي واعمل فلوس واعتمد على نفسي واحقق حلمي بتعبي وشقاي. فانا اشتغلت على نفسي وطورت من نفسي ودرست واتعلمت حاجات كتير. لو كنت فضلت مكمله في بيت اهلي كنت طيب اتجوزت انت بقى وخلفت 3 4 عيال بقى بيجروا ورايا بيشدوني من الجلابيه انت غيرتي اسمك من شيماء الى جوري قبل الدخولين التمثيل لو بعده؟ ده زمان جدا. كان اول ما عملوا الفيسبوك قلت انا هعمل اسم فني، هغير اسم شيماء وهكتب جوري بكر، اسم سينمائي كده، لان انا في يوم من الايام هبقى نجمه بجد. لا عندي والله. اول ما عملوا الفيسبوك مش فاكره 15 14 كنت في اعدادي في ثانوي مش فاكره، اول ما طلع الفيسبوك 2009 يمكن. كان حاجه زي ايه. كده. قلت انا هبقى نجمه، ووثقت وصدقت نفسي وامنت، وكان عندي يقين كده جوايا رهيب. انا كان عندي كده نور ابيض نور كده، عارف، انا نجمه، انا فنانه، انا هنجح، انا هعمل كل اللي نفسي فيه. امنت وصدقت نفسي طبعا. طيب جوري، من الدخلين عمل، اكثر فنانة تحبين انه تكون هي وياش بالعمل حتى تنافسيها وتكونين اسم مميز واسم مذكور اكثر من اسمها بالعمل؟ فهمتي السؤال؟ بس انا لسه ما وصلتش للحته دي، يمكن اوصل لها قدام، وما احبش ان انا اوصل لها، وما احبش انافس حد. انا احب انافس نفسك. جوري، انا احب انافس جوري. لا انا لا دلوقتي، لا انت مش كويسه. طيب وصلتي للمستوى اللي تقيمين به الفنانين وانت تتطلبين اني اريد كذا دور، انا اريد هذا الدور؟ لا انا لسه بتعلم ولسه بكتشف ولسه بقابل نجوم جديده ولسه بتعرف على فنانات جديده وفنانين واساتذه فنانين برضو بشتغل معاهم. انا لسه بتعلم وحابه ان انا اكمل في ان انا لسه اتعلم. انا مش حابه ان انا اقع دلوقتي، لان انا دلوقتي لسه في اول الطريق. ما عنديش الحته بتاعت ان انا اتشرط، لا انا عايزه ده، او انا اختار ادواري بعنايه. انا احس ان الدور ده هيفرق مع المشاهد، الدور ده المشاهد عمره ما هينساني. يعني ممكن يبقى دور صغير بس انا عارفه ان هو هيبقى مميز. جوري، لو تعرضتي لموقف اللي تعرض له الفنان عمرو دياب عندما اراد احد العاملين، اعتقد انه يلتقط يا صوره، هو ضربه، احنا ما نقول ليش و الى اخره لان هواي يتكلموا عن هذا الموضوع، لو انت تعرضتي نفس الموضوع انه دا تمشين وجا شخص انه سحب ايدك او لزمش او كذا انه ياخذ صوره، شنو ردة فعلك؟ واغرب موقف في نفس الوقت. ما هو انا اكيد لو حصل لي موقف زي ده انا مش هعرف اضرب الراجل، بس انا ههين بكرامته. يعني انا ههين بكرامته الارض. هو ما فيش حد عنده الحق ان هو يلمسني، يعني هو اصلا عيب. بس لما حصلت مرة قبل كده انا بكل قوتي انا زغدت الشخص، يعني زقيته جامد وقلت له ان انت انسان مش محترم او يعني عيب. لانه في انا يعني انا واحده من الناس مثلا عندي ارتكاري، عندي بتوتر. يعني انا بتوتر وبخاف من الزحمه. عشان يعني لما حصل المسلسل بتاع جعفر العمدة واضطرينا ان احنا نروح ايفنت وحاجه، الناس كانت بتهجم عليا جامد، وفي ناس سخيفه ومش محترمه بتلاقيه جه مسك ويشد مثلا لو سمحتي يا فنان، وتلاقيه مثلا يعمل لي كده اللي هو ايه كده، انت مش من حقك ان انت تلمسني، عيب، دي قله ادب، ده قله احترام للست اللي قدامك. او مثلا لو واحده مثلا، احنا طبعا البنات بنعرف نتصرف مع بعض بس قليل قوي، يعني اصل البنات هنقرب من بعض هنحضن بعض وبتاع. بس انا ممكن اهين واحده مثلا انا مشيت لو ما اتصورتش مثلا ما تشتمني، انا ببقى بسمع شتمتي في ظهري.
مش هروح اضربها، يعني انا ما عنديش ما شلون عندي تتصرفين العاد؟ مش هضرب، بس ممكن اتكلم بطريقه تزعل الشخص اللي قدامي. يمكن هو الموقف ده لما حصل معاه هو ما حسش بنفسه غير وايده. في ناس بتبقى عندها تصرفات غير اراديه، انت لو وردة حصل فعل سريعة. ردة فعل سريعة او برج الميزان زيي انا برضو، لما بتحصل مشكله ما بيني وما بين اي شخص تلاقيني عدوي. يا الميزان لهوي عدوي. عدوك، فبتلاقي مثلا كأن في قطرين دخلوا في بعض. بعدين كده انا بركز، يعني انا دلوقتي ابتديت التزم الصمت، لانه انا لما بتعصب ما بعرفش انا بقول ايه، فبم بم طيب طخ يعني طخ. على سبيل ذكر هذا الموضوع، أهم تعرضتي أو أهم أو أكبر موقف غريب تعرضتي له بحياتك، أو معاكسة غريبة؟ لا معاكسات عادي، كان مفيش مره كنت صغيرين، ولد عكسني بالعجله، كنا في موريا بنلعب، فدخل فيا شدني، فقمت ماسكاه من هدومه ونزلت قعدت بوم طخ بوم طخ. كنت صغيره جدا، كعبلني وقلبني على وشي، فلما وقعت هو وقع كده وانا لا لا، وقعت احنا نريد كده معاكسة غريبة وانت فنزلت. يعني كبيرة. لا المعاكسات ما بحدش بيعاكس دلوقتي، هو اللي بيعاكس بيتقبض لا عليه. والله. ممكن تلاقي حد بصه كده، ضحك ضحكه بتاع وايه، مع انهم ساعات بيقعدوا يقولوا لي معاكسه هي مش المفروض تبقى بتاعتي، بتاعت مسلسل تاني نسيت اسمها، بطل. في معاكسات بتبقى لذيذه كده، فاللي هو بتعديها. مثلا انا همسك كل واحد بقى ماشي في الشارع بيعكسني اضربه ولا هتخانق معاه؟ ما انا مش هعرف يعني مش هنلم الدنيا يعني. وبقول لك دلوقتي ما بقاش في حد بيعاكس، الناس بقت بتخاف تعاكس، لانه دلوقتي الموضوع بقى اللي هو ممكن لو حد عاكس حد ضايق الست في الشارع، تلاقيه على طول الموبايل طلع تك 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 صورنا، هتفضحه وهتوديه في 60 داهية، فاهمني؟ هتخلي الدنيا او هيتقبض عليه، او عارف انت الحاجات اللي بتحصل دي مم. مؤخرا، فكله بقى بيتلاشى. ما اعرفش في مناطق تانية بيحصل اكيد الحاجات دي، انا ما بتعرضلاش لاني ما بخرجش من البيت حضرتك. انا بنام الساعة 8 وبصحى الساعة 6 الصبح، فبقالي فترة حصلش أوكي. فيها اي كلاشات. طيب جوري، الصوت المميز اللي يغير نفسيتك تحبين تسمعيه دائما انت بالبيت او اثناء القيادة؟ طبعا الفنانة الجميلة شيرين عبد الوهاب، وفي كذا حد، بس الأساس بحب أسمع شيرين جدا. بوجه لها تحية ومبسوطة تحياتنا إن لك. هي رجعت. أنا بحبها قوي. بحب ناس كتير، بحب إليسا. بحب أسمع لإليسا برضو، بس كلها أغاني قديمة. عارف الأغاني القديمة بتاعت التسعينات؟ مم. أنا اديني أغاني التسعينات بقى، عارف اللي هو، والنبي رجعوني ورا شوية يعني، خلوني هناك. عارف انت حتى الافلام ما بعرفش انام غير على لازم احط فيلم ابيض واسود، لازم انام على الصوت، لا ما والله. بنامش غير الاستحاله انام والتلفزيون مطفي. انا لازم انام على صوت التلفزيون واعليه علشان يوصل لي للاوضه، ماليش تلفزيون في الاوضه. انت تخافين هواي؟ تخافين؟ اخاف، انا بخاف، يعني انا لحد دلوقتي انا بخاف يعني. الحمد لله قبل ما كنت معايا ابني، يعني كنت عايشه لوحدي، كان لازم كلب، لازم حد يتحرك معايا في البيت، ابقى سامعه صوت التلفزيون يبقى بره. ما هو انا عشت لوحدي كتير، فالعيشه لوحدي كانت بتخوفني، انا برضو مرعوبه انا مم. لوحدي. فاتعودت ان انا انام على صوت التلفزيون بقى، اغنيه عبد الحليم، اشغل ام كلثوم كده، الحفلات اللي هي بتعملها بالليل، اغاني كلها وانام بقى. رومانسية اه لا، وحزينة. وانام بجد، ممكن انام على الاغاني. طيب جوري، من قلت لك منو خذلك حسيت انه صار عندك ردة فعل وعيونك دمعا؟ امم راح تبين هي اكيد اثناء العرض. طيب، الشخص كل ما تتذكريه تحزنين، مو انه انت طلعتي من حياتك، بس انه تفتقديه دائما حياتك. كان عنصر اساسي وعنصر ملهم اللي حياتك الشخصية، حياتك العملية، وداعم اساسي لك. هذا الشخص هو هسه حاليا مو موجود، فانت كل ما تتذكريه تكونين او تمرين انا بحالة. الشخص الوحيد اللي بتذكره دايما ويوميا وفي كل صلاة وفي كل دعاء، اكتر انسان كنت بحبه في الدنيا واقرب حد ليا هو خالي حبيبي الله يرحمه. الله يرحمه. ده كان اقرب انسان ليا، ده اللي كبرني، وده اللي رباني، وده اللي علمني، وده اللي خلاني ازاي اتكلم، وهو ده اللي علمني الادب والاحترام، ازاي ارد وازاي اتعامل. كان يعني كان يقعد يتكلم معايا لما كنت اعلي صوتي على امي او كنت اتكلم بطريقه مش كويسه. اكتر شخص بفتقده بطريقه انت لا يمكن ان تتخيلها، او اي حد ممكن يتخيلها حتى من الناس اللي عندي. وحشني بطريقة رهيبة. كان نفسي ان هو يكون موجود، كان نفسي
أنا كان آسف. نفسي اشوف ابني. خالي عامل لي مسبب لي فراغ كبير جدا في حياتي. يمكن في ناس كتير من اللي بتتابعني ما تعرفش انه هو اللي رباني، وهو الخال الوحيد ومات وجات له كورونا. جاله كورونا وراح مننا. كنت في رمضان معاه في البيت في فترة الكورونا دي، انت فاكرها؟ كان بيتمشى واغمى عليه وبتاع، نقلوه في المستشفى وما كانوش لاقيين له سرير مات على الارض، وكانت موتة وحشة جدا. ولما عملوا له تحاليل لقوا عنده في كورونا، فما لحقوهوش حبيب قلبي تاني يوم. كان نفسي بجد يعني من اكتر الناس، سيبك من اي حد خذلني، انا ولا يفرق لي. انا يفرق لي الفراغ الكبير. وفعلا ظهري اتقطم واتكسر، وحسيت ان انا ماليش اي حد في الدنيا لما هو راح، لانه هو اللي كنت بقوى بيه، وهو اللي كنت بكبر بيه، وهو اللي كنت ببقى في وسط الناس كده، اللي هو لو حد عمل لي اي حاجه انا كنت هجري عليه، وكان ممكن هو كنت يتصرف ويخلص تتمنين الموضوع. إنه يشوفش وأنتي بهذا المستوى اللي كان وصلتي نفسي له؟ هو مشي وانا لسه يعني ما كانتش الدنيا واضحه ملامح، بس هو كان بيقول لي يا بت انت شاطره، انت هتعملي شغل حلو، هتكسري الدنيا، وخليكي طيبه مع امك بتحبك، امك غلبانه، امك مش عارفه ايه وبتاع. كان دايما يقعد يوصيني، ومعلش اخواتك، معلش ما تزعليش، اختك. كان حتى لما كنت بتحصل مشاكل ما بيني وما بين اصحابي كنت اقعد اشاركه واقول له واطلع له اوجاعي كلها. آم، حبيبي وحشني، وكان نفسي ان هو يشوفني ويشوف لقاءاتي على التلفزيون ويشوف نجاحي ويشوف ابني، وكان نفسي هو اللي يكون موجود في جوازي، او كان نفسي يكون هو اللي كان موجود في المشاكل اللي حصلت في حياتي، وكان هو اللي وقف وتصدى لها، فاهمني؟ بس راح. هو دايما الناس الحلوة اللي في صح. حياتنا بتروح، وربنا يرحمه يا رب. الله يرحمه. امين. واني ترى اسف مو قصدي، لا بس انا شفت عادي. انه اكو لمعه خذلان مش بعينك خذلان، بس لا، انا كان فسالتك نفسي على هذا اتكلم السؤال. عنه واحيي ذكراه بحاجه حلوه، انه هو كان انسان جميل جدا ومحترم، وكنت بحبه. هو كان ابويا واخويا وصاحبي وكل حاجه. هو كان انسان جميل، هو كان زي القمر كده، وكان في ملامح منك شويه، من عندي. فكرتني بيه. والله كان شبهي كده اتشرف وهو اكيد، صغير. هو مات اتشرف صغير جدا، 48 سنه او والله 49 اتشرف، سنه. يعني هذا الشيء شرفني بالعكس. بس طيب خلينا نغير المود شويه. غير المود شويه. نغير المود. بكيتي هسه نضحك صح؟ ايه سولفي لي كورونا شنو سويتي؟ ايه كورونا صارت كورونا وماسك. يا لهوي دي انت لا. لين خوافه انا شوي. انا انا بكره الكورونا، وبكره وقت الكورونا كره العمى، لانها خدت مني اغلى حاجه في حياتي. او في هو اخذت ما من عندك راحش، هو الخوف راح. اللي صارت هو راح عندك. هو راح لربنا، ورح لرب هو الله كريم، كاتب يعني هذا الشيء، وربنا الحمد لله والشكر. خد هديته. ف لا كنت كنت قاعده لوحدي، مش عارفه اروح في حته، ومش عارفه تعرفين اسافر. الفنان الوحيد اللي حف كورونا منه؟ اكو فنان اسمه كاظم، الفنان انا ما العراقي جاتليش كورونا الحمد لله. كاظم الساهر، اكيد تعرفيه. مين؟ الفنان العراقي كاظم الساهر. كاظم الساهر حبيبي طبعا، بوجه له تحيه، بحبه جدا. الفنان العراقي او العربي الوحيد اللي هو حب هل كورونا. عندك شك انك احلى؟ خالي كان دايما بيحط لي الاغنيه دي غنيها وهو غنيها سايب خلينا العربية. نسمعها. لا انا صوتي وحش طبعا، انا هغني لك كمان. لا انا فنانه بس ما عنديش كل المواهب دي. يمكن هو كان غناها بيقول لك. لي ايه، غناها لك هاي الاغنيه. كان بيقول لي هل عندك شك انك احلى واغلى امراه في الدنيا. كان معززني كده ومخليني دايما احب نفسي واثق في نفسي. فطبعا الفنان الكبير كاظم الساهر بحبه هو قوي. هو الفنان الوحيد اللي طلع بانترفيو قال اني الشخص الوحيد اللي حبيت كورونا. بجد هو كان والله مبسوط العظيم. فيها. اي السبب انه يقول اني يعني ما اقدر اطلع، ما امارس حياتي طبيعيه، اطلع بمطعم، انه اتمشى بالشارع، تمام. يقول بكورونا البس الماسك. انا زعلان عشان هي خدت حد عزيز على قلبي. على طاري العراق، لو تقدم لي شخص عراقي، اسوي فيه ايه يعني عراقي، نعدل يعني اثناء السؤال. ايوه راح توافقين؟ والله على حسب العراقي هذا شو هيقدم لي. يعني هو اهم شيء فلوس موجوده، الامور طيبه. اهم شيء اموره طيبه، واهم أي. شيء الامن والوضع العام مستتب. ليه لا؟ يعني هو لو انت لازم حصل تجين العراق. ان شاء الله، يعني تجين اتمنى العراق. ان انا اجي العراق بجد. والعراق انت بتقول خليه تشوفون العراق، ونوديش بعدها على اقليم كردستان اربيل. هتفسحوني يعني. خلاص لعبتي. خلاص اوكي اتفقنا. الزياره اللي جايه باذن الله تكون على العراق. جمهوره بالعراق
انتظروا، راح انزل لكم ستوري قبل لا تجي جوري، انا راح عايزه اشوف بقى نستقبل. جمهوري العراقي بقى، انا عايزه اشوف الترحيب من اول ما ادخل اقسم المطار. بالله كثير. خلاص ان شاء الله اشوفكم على خير وانتم شعب جميل ان شاء الله يا رب. طيب جوري، انت مع، لان احنا بدا الوقت بدا يداهمنا، فخليه انه الاسئله تكون قليله والاجوبه بعد اقل. انت مع المقاطعه؟ طبعا مع المقاطعه. المقاطعه. في فنان بدون ذكر اسماء، لان انا اعرف راح اقول لك اسمه، ايش راح تقولي لي؟ راح تقولي لي لا وكذا وما يصير ونغير السؤال، لان هو صديقك بالاول وبالاخير. قال انه انا مع المقاطعه، تمام، مو فنان مشهور وتكلمنا عليه قبل شوي، تمام، مع المقاطعه. بعد فتره قليله ما عدت او ال 14 يوم انا حاسبها، تمام، نزل اعلان لكوكا كولا. هو على حسب، هو مضى الاعلان ده امتى؟ مش يمكن في ناس كتير طلعت واتكلمت في الموضوع دوت وقالوا لك انا لو انا ماضيه اعلان مع شركه وفي بنود في العقد ان احنا هنصور اليوم الفلاني ونعمل اليوم الفلاني، ما ده برضو شغله واكل عيشه، ما هو هيبقى شغلي واكل عيش، هيبقى غصب عني، فاهمني؟ ما هم الناس اللي يعني هسه هناك حياته ورزقه واقفه على هذا الاعلان. ما هو ما تعرفش بقى، ما هي ما بتبقى ارزاق، ما يمكن، ما هو برضو عمرو دياب والفنان فنان عمرو دياب والفنان محمد رمضان والفنان الجميل تامر حسني، ما هم النجوم دي هم اصلا من زمان من قبل المقاطعه كانوا دايما بيعملوا الاعلانات بتاعت بيبسي وبتاعت كوكا كولا والحاجات دي، فاهمني؟ فممكن يكونوا كانوا ماضيينها من زمان، والله اعلم. انا لو كنت طيب. ماضيه من زمان كنت هبقى مضطره ان انا اعمل الاعلان. طيب مخططاتك لمستقبلك الفني؟ والله انا سايبه كل حاجه على ربنا. اوكي، بس اكو بس مثلا انا اضافات انه انت يعني تحبين انا تسويها؟ يعني الفتره اللي جايه انا حابه بجد ان انا اطور من نفسي، حابه ان انا اطور نفسي بادوار مختلفه، ببقى بجد متحمسه جدا وبدعي ربنا ان انا كل دور ادخله بجد يعلم مع الناس. طيب سؤال جوري، فعلا انه اليوم اذا ممثل هو نجم، هو يفرض على المخرج انه انا اريد كذا فنان او كذا فنانه، هاي الفنانه انا ما احبها لا تجيبها؟ في مسلسلات بيحصل فيها كده، وفي افلام بيحصل فيها كده، وفي افلام بتعتمد على المخرج، يعني المخرج هو اللي بيقرر. في مخرجين كتير بيقرروا مين الممثل اللي هيشتغل في العمل ومين اللي مش هيشتغل في العمل. طيب اذا هو حتى لو الممثل، الممثل اعترض، حتى لو كل ابطال العمل معترضين على الشخص ده، ما دام المخرج ليه رؤية ان هو شايف ان ده الشخص الصح للدور ده، طب ما حدش ليه دعوه. طيب الممثل محمد رمضان والممثل حماده هلال والممثل تامر حسني والمطرب والفنان بصوره عامه، تمام، هم كلهم نجوم، هل يحق لهم ان هم يتحكمون بالعمل؟ انا ما دا اقول هم يسوون، بس هم بحكم القاعده الجماهيريه. قصدك تامر حسني وعمرو دياب ومين؟ تامر حسني او محمد رمضان او تامر حسني بمعظم افلامه بحس ان هو اللي بيختار فريق العمل كله، لانه هو اللي بيخرج وهو اللي بينتج. ففي ممثلين لو هو عنده عنده مش عارفه بتتقال ازاي، لو هو قادر ان هو ماديا ان هو ينتج فيلم لنفسه، بيعمل كده، بيختار الفنانين وبيختار الناس. وتامر برضو عنده حاجة حلوة أنا بحبها جدا، هو برضو صديق على المستوى الشخصي وفاتح مكان جنبينا في زايد. هو فنان جميل، وفي معظم شغله بيطلع وجوه وشباب جديدة، هو بيساعد ناس كتير، فدي من أحلى الحاجات اللي هو بيعملها. اوكي، بيدي فرص لناس كتير. طيب احنا تكلمنا عن الفنانين وتكلمنا على المقاطعة وتكلمنا على هواية امور. طيب جوري، اليوم اصبح الوسط الفني تجارة. الوسط الفني تجارة؟ فهمتي السؤال؟ لو اوضح لك اياه اكثر. اليوم انا اذا اريد اسوي مسلسل ناجح، مو لسبب انه اكبر اسمي انا كمخرج، انا اليوم كيوسف، انا يوسف اليوم مخرج، بس انا عندي فلوس وهواية، بس ما مهتم باسمي. اليوم انا اجيب جوري واجيب محمد واجيب حماده واجيب محمد بن عادل امام وغيره 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 للمكسب المادي، او اليوم انا اسوي اسم للسينما المصريه اكثر واتوسع لي. اكيد طبعا، ما يعني تجاره او لا؟ اكيد طبعا تجاره. ما هو احنا سلعه، احنا كممثلين، مش انت انت الممثل، انت بتبيع، انت لما تروح تعمل عمل بيقولك انت هتاخد كام، فانت بتعرض نفسك وبتعرض اللي انت قدمته. انا قدمت كذا ومثلت في كذا وعملت في كذا وعملت في كذا، فانت بتروح للشركه بتقول لهم مثلا عملت 1 2 3، وهو بيقولك لا اتس بزنس. وبعدين بنهايه اليوم انا دلوقتي النهارده صرفت في المسلسل ده 10 جنيه، ما هو انا محتاج اكسب من ال10 جنيه دي 100,000 جنيه، كله صح. بنهايه اليوم شغل. طيب قبل ان نختم الحلقه خليني اسالك على شخص. لو ختمت الحلقه ايه؟ هزعل جدا لو ختمت الحلقه.
قول لي. إيه. الامور طيبه يا شباب. الحمد لله. الحمد لله. نختتم بشخص مم. هو احنا تكلمنا عليه، شنو يعني لك وشنو تعني لك اعماله؟ اعتقد وقت تقولي انت صاحب فضل عليك، اللي هو المخرج محمد سامي. بتعني لي ايه اعماله؟ ايوه، هو كشخص شنو يعني لك، وشلون علاقتك بيه من ناحيه الاعمال ومن ناحيه الشخصيه، وهل هو فعلا انا شفت له مقطع انتشر بالاونه الاخيره مع الفنان ماجد المصري، تمام؟ فعلا هو اثناء التمثيل، بس بامانه، مو لان انت تحبيه ومو لان هو صديقك ايوه. على مستوى العمل، هل فعلا محمد سامي اثناء العمل هو يصيح، يعني يصرخ على الممثلين وعلى الكاست اللي يشتغلون وياه؟ اكيد طبعا، الراجل عايز شغله يمشي كويس فلازم يزعق، لو ما زعقش مش هيعرف يسيطر في اللوكيشن. حتى لو نجوم عادي يعني؟ ما فيش حد، هو ما فيش حد ما يعني ما بي تعرف ازاي؟ ما يوازن؟ لا مش قصة ما يوازن، ما بيفرقش نجم كبير، انه كلنا بنبقى في العمل، هي أسرة، طيب احنا هم أسرة سبق انه كلنا هو مع بعض. هو نهاية اليوم عايز صيح يسيطر عليك اثناء العمل؟ زعق لي كتير جدا، يوي. زعق لي كتير جدا. ده في مرة جالي فيه عند الكرفان وقال لي انت ازاي تتأخري دي اتأخرت نص ساعة او ساعة. هو شديد قوي في مواعيده، وشديد جدا مع الشخص اللي مش جاي مذاكر. نهاية اليوم برضو هو زي ما انا عايزة انجح هو كمان عايز ينجح، وزي ما انا عايزة شغلي يطلع كويس هو كمان عايز شغله يطلع كويس. ففي حاجات كده ما بتضايقش، لو حد بروفيشنال، حد عارف هو بيعمل ايه، مش هيزعل من الحاجات دي، يعني مش هيدقق في الحاجات الصغيرة دي، لان هو اكيد بيعمل كده لمصلحتي. لو ما عملش كده انا مش هتضايق، هحس ان هو مش مهتم بيا، جت بدري جت متاخر، ذاكرت ما ذاكرتش، فاهم قصدي؟ فحاجات بتبقى ليها عيوبها وفي حاجات ليها مميزاتها. بس بيزعق بقى، مش بيزعق بيهين، لا بيزعق في نطاق الشغل مش خارج نطاق الشغل. ما يهين لا بالشغل؟ ما يهين. طيب جوري، شنو اكثر امنية تتمنيها انه تتحقق ودائما انه عبالك؟ أمنيتي هفضل أقولها في كل لقاءاتي، في كل وقت هفضل أقولها لحد ما ربنا بقى إيه يفتكرنا. أنا بجد بتمنى كل يوم في صلاتي بدعي ربنا كده، بقول يا رب طول في عمري، دي أمنيتي الوحيدة، مش عايزة أي حاجة غير آمين يا إنك رب. تطول في عمري، وأشوف ابني قدامي ناجح وإنسان جميل ومحترم، وأديت رسالتي أنا وأبوه، وصلنا لبر الأمان، وشايفاه كده قمر وجميل وحليوة وناجح. وبس يتجوز بقى ما يتجوزش مش فارق معايا، بس الله يحفظه. أتمنى إنه يجي اليوم ده وأشوفه فيه. تعرفين جوري، يعني باللقاءات، يعني هسه شوفي كل اللقاءات اللي عندي، ما احب اتدخل بديانة الشخص المقابلي، انت مسلم، انت مسيحي، انت كذا، انت كذا، هذا شيء هو شخصي. وما احب اسئله مثلا انت تصلي او ما تصلي، او ما احب اقول لك انت ليش مو محجبه وهم ممكن نشوفش محجب، هذا شيء شخصي. انا يوم استضيفش كفنانه، حياتي الشخصيه انت تطلعين برا الاستوديو، يعني ما لي علاقه بيك. صح. تمام. بس اللي جذبني انه مرتين قلتي انه في صلاتي ملتزمه في صلاتك. أنا موضوع الصلاة بالنسبة لي هو بعتبره مديتيشن. أنا بصلي علشان مديتيت، أنا بحسه في وقت كده، أصل اليوم فيه 12 ساعة، فهنا 3 دقايق 3 دقايق 3 دقايق 3 دقايق 3 دقايق، فالثلاث دقايق دول بحس إن هم أولا بيريحوا لي نفسي وقلبي وجسمي، فبعتبرها إنه هي مديتيشن. فهي حاجة أنا اتعودت عليها، أنا لازم كل يوم أصحى من النوم أتوضى أدخل أصلي. ممكن انسى في النص مرة او انسى قبل ما انام، بس برجع اقرر، يعني بقول يا رب ثبتني ان انا اقدر اعمل ال5 صلوات في اليوم. بحس ان هي دي الطريقة الوحيدة اللي انا بعرف اكلم بيها ربنا، يعني انا بقعد اصلي وبقعد اكلم ربنا عادي زي ما انا قاعدة بتكلم معاه كده، فما بشكيش غير لربنا، ما بطلبش حاجة غير من الشكوى ربنا. لغير الله مذله. الشكوى لغير الله مذلة. فأنا بحب أتكلم معاه، هو حبيبي، هو صاحبي، وهو أخويا، وهو كل حاجة في الدنيا. فهو يعني هو تخيل ان هو مديك ده، فبيقول لك الشكوى لغير الله مذلة، فتخيل بقى هو ربنا بيزعل. انا مش متدينه قوي، بس انا قريبه جدا من ربنا، انا اهم شيء بحبه انه جدا. الفريضه اللي عندنا شنو؟ انه الصلاه، احنا نقيم الصلاه والباقي بعد الله يعلم ما بس في زي ما قلت القلب. لك هي مديتيشن،
وكل ما بقرب منه كل ما بحس ان الدنيا في حياتي بتبقى سهله، الدنيا بتتسهل. ما بعرفش اسوق عربيتي غير وانا بقرا قران، ما اعرفش انزل من البيت غير لما احصن نفسي واحصن ابني. عندي طقوس كده ما ينفعش اغيرها، يعني تلاقيني طول الوقت قاعده مثلا على ايدي بسبح لو مش معايا السبحه بتاعتي. الحاجات دي بتريحني انا نفسيا، انا بحبها فخليتها عاده عندي. طيب انت اليوم منورتني، شكرا. ومنوره الاستوديو، ومنوره الكادر، ومنوره الدنيا كلها. شكرا. تمام. اتمنى لك السعاده الابديه والدائميه والموفقيه اللهم والفرحه آمين. والاهم من هذا كله يا رب يحفظ لك تميم، يا رب. وتشوفي يكبر قبالك يوم بعد اللهم يوم آمين. ويحلى، وان شاء الله الرئيس احنا نقول. اشكرك. ايه تمام. فنورتينا شكرا. وشكرا لك. انا كلمة مبسوطه أخيرة. بجد باللقاء ده، لقاء جميل وهادي وراقي ومميز من شخص جميل وراقي ومجتهد ومميز شكراً زيك. لك. بشكرك يا يوسف، وكنت مبسوطه اني كنت موجوده معاك، وبشكر الساده المشاهدين اللي بيحضروا رسالة الحلقه. جمهورش بالعراق. بحبكم قوي، كلش 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 احبك، كلش. كلش كلش احبك. وعندي صديقة ليا عراقية بحبها بس أنا نسيت اسمها دلوقتي، أنا آسفة. وإن شاء الله لينا زيارة ولقاء قريبا إن شاء الله. إذن أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مع النجمة العربية المصرية الجميلة جوري بكر. انتظروا